صحفي مغربي بيكشف عن تفاصيل مفاجئة في مكالمة بينه وبين محمد الشيبي بعد فضيحة حسين الشحات. الصحفي المغربي جمال اسطيفي تحدث عن تفاصيل حوار دار بينه وبين مواطنه محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. هذا الحديث اللي دار بينه وبين اللاعب على خلفية تعدي حسين الشحات على اللاعب في فضيحة أهلاوية اتعودوا عليها في ظل صمت اتحاد الكرة وإعلام العار الأهلاوي المصري. الصحفي والإعلامي المغربي جمال اسطيفي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاشفا تفاصيل مفاجئة في هذه المكالمة بينه وبين اللاعب، حيث تحدث جمال اسطيفي قائلا: أوضح محمد الشيبي في اتصال أجريته معه قبل قليل أنه لم يسامح حسين الشحات على التصرف اللا أخلاقي الذي قام به ضده بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي. وقال الشيبي: ما زلت لم أستوعب ما حصل وما زلت تحت وقع الصدمة، وأما بخصوص الصلح المزعوم فأنا لم أقم به. كل ما في الأمر إن مسؤولا في بيراميدز هو الذي طلب مني الخروج من غرفة الملابس، وأنا بطبعي ألتزم بتعليمات إدارة النادي. ثم جاء اللاعب الذي قام بالاعتداء وهو حسين الشحات ليسلم علي من أجل التقاط صورة ليوهم الناس إني سامحته. أضاف الشيبي: أطالب بحقي كاملا ولن أتنازل عنه، وقد جئت لبيراميدز لألعب كرة القدم وأتنافس وليس لأدخل حلبة صراع وكأننا في غابة. نحن لاعبون ويشاهدنا الأطفال ومختلف الفئات العمرية، وإذا تحول اللاعبون إلى ملاكمين دون التزام بالأخلاق فلا معنى لكرة القدم.